هلو يا رب تكونوا بخير. ويلكم باك للقناه بتاعتي هنا. لو انت اول مره تشوفيني فانا اسراء، بحب اتكلم في كل المواضيع الخاصه بتطوير الذات وان انت تطلعي افضل واقوى نسخه من شخصيتك. فلو انت مهتمه بالمواضيع دي اعملي سبسكرايب علشان تستفيدي جدا. في الفيديو ده اتكلمت عن الفيمينين اركتايب، وشرحت يعني ايه انماط شخصيه، وازاي انت بيكون عندك نمط شخصيه معين، وازاي كمان ان انت تعرفي تغيري النمط ده لنمط تاني لو انت حابه كده. النهارده هنكمل بقيه السبع انماط. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن 3 بس، النهارده هنكمل بقيه الاربعه. فيلا نبدا على طول. وقبل ما نبدا الفيديو حابه اقولك انه ستور ذا دارك فيم مجمع موديلات كتيره جدا ومتنوعه جدا. تقدري لو انت عايزه تدخلي او تجسدي اي تايب من اللي احنا بنتكلم فيهم النهارده او في الفيديو اللي فات، هتلاقي كل الستايلز الخاصه بكل نمط موجوده على الستور هناك. تقدري تنسقي القطع زي ما انت عايزه وتطلعي باللوك اللي يعبر عنك وعن شخصيتك وعن نمطك. فما تضيعيش الفرصه وادخلي بسرعه اعملي فولو على اكونت الانستجرام وشوفي كل الموديلات اللي هناك واختاري اللي يعجبك. ونكمل في الفيمينين اركتايبس بتاعتنا وندخل على النمط الرابع من السبع أنماط الأنثوية، والنمط ده هو نمط المذر. المذر هي شخصية البنت النيرترينج، والمذر من وجهة نظري هي بتميل شوية ناحية اللايت فيمينينيتي. هي البنت أو الست اللي بتحب تدي عطاء لا محدود، البنت اللي بتاخد بالها دايما من كل اللي حواليها، من أهلها، من عيلتها، من أصحابها، من شريك حياتها، من أولادها طبعا. النوع ده مستمد أو مستوحى من الجارس الأسطورية ديمتر، والبنت دي بتتمتع بان غريزتها الاموميه عاليه جدا. الهدف بتاعها في الحياه، البنات اللي من النوع ده بيكون الهدف بتاعهم في الحياه ان هم يكونوا امهات. عارفين البنت اللي هي بيكون نفسها تتجوز مش عشان الجواز نفسه، علشان الخلفه، عشان تخلف وتجيب اطفال وترعاهم وتبقى ام وتحس بالامومه وكل الكلام ده. البنات دي هي طبعا من تايب المذر قولا واحدا. البنت دي كمان عندها طاقة أمان وطاقة تجذر عالية قوي قوي قوي، وبيحسسوا اللي حواليهم دايما بالإحساس ده. عشان كده دايما صاحبتك اللي من النوع ده بتكوني مطمنة وهي معاكي، انت عارفة ان هي هتاخد الكنترول وهتحل أي مشكلة وأي أزمة بتواجهها. وانا شخصيا عندي صاحبه من النوع ده، وفعلا حرفيا وانا معاها والله ما ببقى شايله هم حاجه، كاني فعلا مع مامتي. احنا حتى بدون وعي كنا بنقول لها احنا حاسينك كده الماما بتاعت الشله. فهي بتديك الفايبس دي، بتديك الاحساس ده. هي متوليه كل ال يعني ان تشارج، متوليه مسؤوليه كل حاجه تخصنا، كل حاجه تخص الناس اللي هي بتحبهم. وحتى لو البنت دي مش متزوجه او مش ام، فهي بتمارس الحاجات دي زي ما قلت مع عيلتها ومع اهلها واصحابها. هي عامله زي الام بالظبط، هي جنتل ولطيفه ونيرترينج وعندها حب وعطاء، لكن ممكن تبقى حازمه وحاسمه في المواقف اللي تتطلب كده. يعني ممكن توقف العطاء بتاعها ده زي كانها بالظبط بتعاقب ابنها، يعني زي الام ما بتعاقب ابنها علشان تعلمه ان في حدود وفي صح وغلط، فممكن تمنع مثلا العطاء ده. فهي بتتصرف فعلا من منطلق الام. العيب في النمط ده او في الشخصيه دي هي ان ممكن بسبب عطائها المفرط تيجي على نفسها، ممكن تنسى نفسها في سبيل ان هي بتسعى للعطاء للاخرين والارضاء الاخرين. حدودها بتبقى غالبا شبه ملغيه زي الام برضو بالظبط. الام ممكن اولادها يخبطوا عليها وهي في الحمام عايزين مش عارفه ايه، ماما افتحي لنا مش عارفه ايه، ما بتعرفش تنام، ما بتعرفش تاكل، ما بتعرفش تاخد وقت نفسها كفايه. حدودها شبه ملغيه خصوصا لو اطفالها صغيرين. فهي نفس الموضوع كده، من باب حبها للناس اللي في حياتها دول، من باب عطائها الزياده عن اللزوم، ممكن شويه حدودها يبقى فيها مشكله، وبتحط نفسها في اخر الاولويات، وبتدخل في فترات احتراق نفسي او بيرن اوت من كتر ما هي بتدي ومش بتاخد كفايه. الناس متعوده ان هي بتدي بس، يعني الست دي اصلا عندها مشكله غالبا في استقبال الحب او العطاء. هي بتعرف تدي اكتر ما بتعرف تستقبل للاسف، فده دايما بيعمل لها مشاكل داخليه نفسيه، ان هي دايما بتحس ان هي مستنزفه ومحترقه نفسيا. كمان ممكن النوع ده من الشخصيات تكون شويه متحكمه، لان هي متعوده دايما هي الكنترول، هي in charge of everything. فهي عشان عارفه احتياجات اللي قدامها، عشان عارفه هما بيحتاجوا ايه وايه اللي بيحبوه وايه لا، زي الام ما بتعرف كده وبتفهم اولادها، فبتعرف شويه تكون كنترولينج او متحكمه، تعرف تديهم اللي هم عايزينه وتعرف تحرمهم منه
اذا تطلب الامر. ده بيخليها شويه كنترولينج وشويه ديكتاتوريه كده ومتحكمه. كمان حس المسؤوليه الزايد ده ممكن يخليها زي ما قلنا تكون كنترولينج زياده عن اللزوم، فتلغي شخصيات اولادها مثلا، او تهمش اراء الناس اللي هي شايفه من وجهه نظرها انهم مش عارفين مصلحتهم كويس. انا اللي بديكم، انا اللي فاهماكم اكتر، اسمعوا كلامي. فممكن تبقى ديكتاتوره، ممكن تبقى مسؤوليه، حاسه بالمسؤوليه الزياده عن اللزوم تجاههم لدرجه ان هي تلغي شخصياتهم وتتخذ القرارات بدل. طب ازاي لو انت عندك مشكله في الجانب ده او حابه ان انت تفعليه اكتر في حياتك، ازاي تكوني في نمط المذر ده اكتر؟ اول حاجه تحلي بطاقه العطاء. ادي على قد ما تقدري، خليكي داون تو ايرث. يعني الشخصيه الام دي مش متكبره ابدا، مش متغطرسه خالص، هي سهل يعني ريتشبل، سهل الوصول ليها زي ماما بالظبط. بتكلمي ماما في اي وقت بترد عليكي. فانتي موجوده، مش يعني مش مختفيه مثلا، مش فتره موجوده في حياتهم فتره، لا انت دايما موجوده. هم عارفين ان دايما هيلاقوكي، سهل الوصول ليكي، سهل التعامل معاكي. زودي عندك كمان ممارسات التغذيه العاطفيه والماديه والدعم والاحتواء. خليكي سبورتيف، ريحي اللي حواليكي، فكري دايما في راحه اللي حواليكي. ادخلي المطبخ، اطبخي طبخه حلوه، ده برضو من باب النيرتشرنج. خلي طاقه الحب والعطاء تشع منك بجد. يعني اسمحي لها بان هي تظهر عليكي وعلى ملامحك. لما تحبي حد بيني في عينيكي، بيني في البادي لانجوج بتاعتك. احضني اولادك، زودي التاتش، التلامس مثلا، الاحتواء والكلام ده، والاحضان مع اصحابك مع اولادك. زودي كمان التقبل وعدم الحكم، يعني قللي الجادجمنت خالص. الام مش بتجادج اولادها، مش بتحكم على اولادها. كمان زودي حس المسؤوليه عندك، وخليكي مسؤوله كده من جواكي عن سعاده اللي حواليكي، طبعا بنسبه كويسه، بنسبه معتدله. ما تزوديش قوي علشان زي ما قلنا ما تقعيش فيه عيوب الشخصيه دي. النمط الخامس الهانترس. الهانترس بتمثل او بتجسد بالالهه ارتمس، تمام؟ وعلشان تتخيلوا معايا الشخصيه دي، افتكروا كده معايا فيلم هانجر جيمز، وافتكروا شخصيه البطله وشوفوا هي كانت عامله ازاي. الشخصيه دي تجسيد قوي جدا على شخصيه الهانترس اللي بيحركها في الحياه الجولز. ما بتعرفش تعيش كده في الدنيا بتاعتها من غير ما تكون حاطه هدف لكل مرحله، حاطه هدف لكل جانب في حياتها. عندها الجانب العملي مهم جدا 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 جدا. ممكن تلغي كل الجوانب التانية علشان الجانب العملي بتاعها ده رقم واحد، ده البرايوريتي بتاعها، ده الجانب اللي هي بتلاقي نفسها فيه. جريئة وشجاعة، مش بيبول بليزر ابدا ابدا. دي اخر واحدة ممكن تبقى بيبول بليزر. هي واحدة مركزة جدا، فوكس جدا على اللي هي عايزاه، وفوكس جدا على اهدافها، واي حاجة بتقف في طريق اهدافها دي هي يعني بتدمرها بجد. عندها دايما دافع او كده، عندها كول او نداء جواها ان هي جايه الحياه دي عشان تسيب اثر وعشان تحط بصمه ليها في الدنيا دي. فاللي بيحركها في الحياه برضو هدفها ان هي تسيب رساله، ان هي تحقق رسالتها وتسيب بصمه في الدنيا. العيله والجواز زي ما قلت مش من اولوياتها خالص، او حاجات ثانويه. يعني هي الاساس ان هي تتعلم، تشتغل، تعمل فلوس، تحقق اهداف، توصل لبوزيشنز عاليه في الكارير بتاعها. بعد كده بقى في الطريق ممكن تقابل بقى شريك حياتها او لا، دي حاجه يعني حاجات كده دي كلها شكليات يعني بالنسبه لها. ودايما البنات دول هتلاقيهم بيقولوا كده جمله انا عايزه اعيش حياتي الاول، انا عايزه اتبسط بحياتي الاول قبل ما ادخل في مسؤوليات وجواز والكلام ده. فهي دايما بتكون بتتعامل من منطق ان هي عايزه تثبت نفسها الاول، عايزه تجرب الحياه، تعيش الاكسبيرينسز بتاعت الحياه، بعد كده بقى تبتدي تاسس لحياه تانية او عيله بقى تانية. دي البنت السترونج اندبندنت، مفيش كلام. هي الهانترس دي هي السترونج اندبندنت وومن اللي طالعه طبعا ترند الفتره الاخيره. تنافسيه قوي. يعني هي بصوا هي في المود بتاع الشغل، هي بتاعت شغل يعني. ورك هالك، عارفين الورك هالك اللي هي حياتها كلها شغل، حياتها كلها شغل من غير ما تزهق. هي البنت دي متكلمه جدا، جريئه جدا، بتعبر عن نفسها يعني بكل جرأة، من غير ما بتخاف بقى من آراء الناس، من غير ما بتخاف تزعل حد. هي مش بيبل بليزر خالص زي ما قلت. المشاكل اللي ممكن تبقى عند النمط ده لو زاد عن حده، ان هي من كتر ما هي عمليه ممكن تبقى بارده شويه في المشاعر، ممكن تبقى غير متعاطفه. الجانب العاطفي عندها مضروب بالنار يعني حرفيا. هي يعني عامله كده بوز للعواطف، للاحاسيس، للحياه العاطفيه، للجواز، للارتباط. هي بس
حاجه عمليه، عقل كده براكتيكال عملي مركز وفوكسد على اهدافه. البنت دي ممكن تكون شويه للاسف صعب ان هي تسامح، عندها تسامح مش عالي لان هي تنافسيه زي ما قلنا، فاي حاجه بتضايقها، اي حاجه بتقف عائق في طريقها ما بترحموش. برضو مش لينه، مش مرنه، مش فليكسبل قوي، ومش متساهله خالص مع اي حد بيغلط في حقها. ممكن تبقى يعني لدرجه زياده شويه من المطلوب. عندها طاقه غضب عاليه، عندها صلابه وقوه زياده عن اللزوم، طف قوي، طف جيرل يعني، وطاقتها الذكوريه عاليه. غالبا النمط ده من البنات بيكون عندهم ذكوره عاليه ومجروحه في نفس الوقت، يعني عندهم انوثه مجروحه وعندهم ذكوره مجروحه والذكوره عاليه، يعني بصوا بيكونوا من كل ناحيه بايظين. طبعا دي الناس اللي مش متوازنه، لكن في بنات هانترس ومتوازنين، عارفين امتى يبقوا كده وامتى يبقوا كده. كمان عندها مشكله كبيره جدا جدا في كل بقى مظاهر الطاقه الانثويه، يعني عندها صعوبه جدا في ان هي تطلب مساعده من حد، او ان هي تبان ضعيفه، ما بتحبش ابدا تبان vulnerable او ضعيفه او مكسوره خالص. البنت دي فعلا اللي هي ممكن تبقى تبان قدام الجبل كده واقف، بس ممكن مع نفسها تروح الاوضه تنهار عياط مثلا، بس استحاله تعيط قدام حد. البنت دي عندها مشاكل في ان هي تستقبل هدايا بدون مناسبه، مثلا تستقبل حب. هي بصوا بتصد اي حد، عارفين انتوا البنات اللي هو الستريت فورورد كده، اللي هي ما عندهاش اي حاجه، اي طرق كده جانبيه مفيش، هي كده. دي البنت الهانترس. ازاي تزودي النمط ده في حياتك اكتر لو انت محتاجاه؟ لو انت عندك طاقه انثويه زياده عن اللزوم، او مثلا كنتي في نمط الميدن اللي هي البنت اللي ما بتعملش حاجه، ما بتعرفش تاخد مسؤوليه حياتها، وعايزه تزودي شويه الهانترس عندك، تقدري تعملي الاتي. ركزي على اهدافك، حطي اهداف الاول لحياتك، وحطي الاهداف دي واضحه كده، واضحه وفوكس جدا، عشان تبقي انت مركزه عليها قوي وشايفاها دايما قدام عينك طول الوقت. اعتمدي على نفسك اكتر، قللي شويه طلب المساعده من الناس، ما تمنعيش استقبال المساعدات، لكن اعتمدي اكتر على نفسك. اعملي الاشياء اللي في حياتك انت بنفسك، ما تخافيش تتكلمي وتعبري، تتكلمي بجرأة، زودي كده احترامك لنفسك، انه انت مش هتسمحي لحد يقلل منك، او مش هتيجي على نفسك علشان ترضي حد. دوري على رسالتك وغرضك في الحياة، شوفي انت مواهبك ايه، وبناء عليه تقدري تفيدي الدنيا والحياة والمجتمع ده بايه. انضمي مثلا لكوميونتي، لحركة، لفكرة معينة، وكوني سبورتيف قوي ليها ودافع عنها قوي. يعني مش عايزه اقول لك خليكي فيمينست، يعني مارسي رياضه كمان، ومارسي انواع الانشطه اللي بتزود عندك شويه الحركه والطاقه الذكوريه شويه. بعد كده في عندنا نمط السيج. السيج معناها العارفه او الحكيمه، والسيج هنا بتتجسد في الجادس اثينا، الهه الحكمه والمعرفه. البنت اللي بيكون عندها النمط ده more predominant بتكون من نوعيه البنات الذكيه، شاطره في التعليم، سريعه الفهم، سريعه ان هي بتلقط الحاجه بسرعه، عاقله وحكيمه كده ورزينه في نفسها، وبتعرف تفكر وتخطط كويس، استراتيجيه جدا في تفكيرها. بتكون ناضجه من عمر صغير، يعني وهي صغيره في المراهقه هي فاهمه وبتوزن كده الامور بعقلها كويس. عندها قدره عاليه قوي على الانجاز، عندها كفاءه عاليه جدا في شغلها، دايما فضوليه، دايما عايزه تتعلم حاجات جديده، دايما عايزه تعرف حاجات جديده، بتدور دايما ورا الحاجات. البنت دي ما بتاخدش معلومه مسلم بيها كده وتسكت، لا، هي دايما اي حاجه بتتقال لها بتبحث وراها الاول علشان تتاكد من صحتها وتعرف اكتر عنها. زي ما قلت ان هي بتخطط كويس جدا لشغلها، بتخطط كويس جدا لحياتها وشغلها. مستقله برضو، يعني هي شبه الهانترس شويه في حاجات، بس هي مش بنفس التافنس بتاعت الهانترس. اولويتها بتبقى للعلم والتعلم واثراء عقلها، يعني المحرك بتاعها في الحياه ان هي تتعلم. دايما البنت دي هتلاقوها من النوع اللي هو مثلا بتحضر دراسات عليا بعد الجامعه، بتعمل ماجستير، بتحضر دكتوراه، تاخد دبلومه مش عارفه ايه، بتعمل ابحاث كذا. فهي دايما بنت بتحب التعلم، من كتر المعلومات اللي عندها بتكون مبدعه. طيب ازاي تزودي من النمط ده في حياتك؟ اتعلمي اي حاجه جديده، شوفي انت شغفك ايه وبتحبي ايه، ودوري على كورسات في اونلاين او اوفلاين. لو انت واخده شهاده معينه كملي تعليمك بعدها، يعني خدي الشهاده اللي بعدها، حضري ماجستير، حضري دكتوراه، خدي دبلومات، زودي معرفتك وتعليمك، اقراي كتب جديده، اتعلمي مهارات جديده، سكيلز جديده، اقراي عن مجالات جديده انت مش فيها خالص، اتعلمي التنظيم، ازاي تخططي لحياتك، ازاي تحطي خطه، ازاي تحطي انظمه وسيستمز تمشي عليها في حياتك وفي شغلك. الشادو بتاع الشخصيه السيج
هي إنها من كتر ما هي منطقية وعقلانية ممكن تبقى منفصلة شوية عن حدسها وعن عواطفها، برضه شبه الهانترس شوية، بس الهانترس منفصلة لأن هي عندها مشكلة، هي مفعلة طاقة الذكورة أكتر بكتير من طاقة الأنوثة، فهي مش مرنة، مش متقبلة أصلا لإحساس الضعف ده. السيج هنا ممكن تبقى منفصلة بس بطريقة تانية لأن هي بتمنطق الأمور قوي زيادة عن اللزوم، ما عندهاش حتة إن هي تمشي بالحدس أو تمشي بإحساسها أو ورا قلبها خالص، هي عقلها مسيطر على قلبها تماما، تحسب كل حاجة بالعقل وبالمنطق. كمان ممكن شوية علاقاتها تبقى باردة أو جافة أو سطحية كمان، لان هي بتفتقد حته الحميميه، يعني حته عارفين الاصحاب الانتيم دول اللي هم بيبقوا على طبيعتهم قوي مع بعض، في كده ما بينهم حميميه او كونكشن. هي بتبقى لا، بتبقى فورمال قوي، بتبقى شويه سطحيه، بتبقى مش سطحيه عشان دماغها سطحيه، لا هي سطحيه في العلاقات، يعني ما بتعرفش تعمل علاقات ديب او عميقه. دايما عندها اوفر ثينكينج، دايما عندها اوفر ثينكينج، فهي دايما عالقه في مخها، مش بتعرف تعيش اللحظه للاسف ساعات برضو. ممكن كمان تبقى كريتيكال شويه، ممكن تبقى كريتيكال يعني منتقده قوي للحاجات اللي حواليها. والنمط السابع معانا هو نمط الميستيك. الميستيك دي هي ممكن تبقى اقرب لشخصيه الساحره او الويتش، او عارفين الستات او الساحرات زمان اللي كانوا بيظهروا في الكرتون كده بيقرأوا البلورة ومش عارفة ايه، النوع بتاع شخصية الميستيك. طبعا مش بالاكستريم ده، بس هي ست عندها انتويشن عالية جدا جدا، الحدس بتاعها قوي جدا جدا، بتعرف تقرأ اللي حواليها، بتعرف تحس، يعني ممكن تحس بالحاجة قبل ما تحصل احيانا، مثلا ممكن تقرأ طاقة الاشخاص حواليها، تحس بان مثلا الشخص ده نيته مش سليمه تجاهها، البنت دي مثلا بتغير منها، دي مش عارفه ايه، فبتحس بطاقه الاماكن، بتحس بطاقه الناس، بتحس بالاحداث اللي ممكن تحصل في المستقبل، مش من باب حاجه، بس من باب ان هي تواصلها مع ربنا وتواصلها مع الطاقه العليا كبير قوي. والنمط ده بتجسده الالهه هيستيا. تمام. المحرك الاساسي للبنت دي في الحياه هو سلامها الداخلي، يعني بصوا تولع اي حاجه تانية بس افضل انا كده قاعده مسالمه في حالي وفي راحه بال وفي سلام وامان داخلي. اي حاجه ممكن تعكر صفو السلام النفسي بتاعها ده هي بتشيلها من حياتها بكل لا مبالاه. ممكن تبان لا مبالاه شويه، بس هي بتعمل ده من دافع فعلا حبها العالي قوي لذاتها وحبها العالي قوي لسلامها الداخلي. الست دي متدينه، روحانيتها عاليه، الحدس والاحساس الداخلي بتاعها والحاسه السادسه شغال عندها قويه جدا، ودايما بتشتغل عليها، دايما بتشتغل ان هي تقوي حدسها بان هي تقوي اتصالها بربنا، بان هي تمارس عبادات، بان هي تمارس حاجات زي التامل، زي الصمت، زي ممارسه الهوايات اللي بتطلع جواها كده الحس الروحاني بتاعها. ولو انتوا عايزيني اعمل لكم فيديو عن ازاي تقوي النقطه دي عندك وازاي تزودي من حدسك واحساسك بالطاقه، قولي لي في الكومنتس عشان اعمل لك عنها فيديو. البنت دي كمان ما عندهاش ايجو متضخم خالص، هي داون تو ايرث، هي عارفه قيمه نفسها بس مش من النوع المتكبر ابدا، مهما وصلت من علم، مهما وصلت من طاقه وروحانيات عاليه، مش بتحتقر الناس التانية، بتقدس حاجه اسمها الكومفورت زون. الست دي بيتها هو ملاذها حرفيا، ما بتحبش تخرج كتير، ما بتحبش تحتك بناس كتير لان هم غالبا بيستنزفوا طاقتها. الست دي بتبقى منكمشه شويه على ذاتها، ممكن تبقى انتروفيرتد، بس مش عشان هي مش اجتماعيه، لا هي بتفضل كده، هي بتحب كده، يعني هي كوبايه الشاي بالنعناع بتاعتها على الكنبه في اوضتها قدامها التلفزيون، قاعده كوزي كده، دي عندها بالدنيا، ما بتحتاجش حاجه تانية. بتحب تهتم قوي 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 ببيتها او بالمكان اللي هي بتعيش فيه، بتحب تخليه مريح نفسيا، بتحب تخليه كوزي وورم ودافي كده، ويبقى فعلا كومفورت زون بالنسبه لها. مركزه جدا جدا على الداخل. تمام. عكس الهانترس مثلا، الهانترس مركزه على الاهداف الخارجيه، ممكن تبقى ديسكونكتد مع ذاتها الداخليه، لكن الست دي ممكن تبقى يعني متجاهله كل حاجه خارجيه بس مركزه قوي على احساسها الداخلي واتصالها بربنا. دايما بتدي طاقه ايجابيه، هي لما بتقعد مع نفسها بتشحن طاقه ايجابيه، فبتكون دايما في فايبز عاليه ومريحه نفسيا. لما بتقابل بقى حد بتديله الطاقه دي، علشان كده هي ما بتحبش تحتك كتير، لان هي الطاقه دي بتوزعها على الناس فبترجع البيت مستنزفه، فعشان كده هي انتروفيرت او بتفضل تكون في البيت. الاختلاء بالنفس ده والتواصل مع الذات العالي والتواصل مع ربنا حاجه
بتعلي عندها جدا الكرياتيفيتي، يعني بتعلي عندها الابداع جدا، خصوصا لو هي بتمارس هوايه. وغالبا النوع ده من البنات بيكونوا بيشتغلوا في الفن، يعني ممكن تبقى رسامه، ممكن تبقى مصممه ديكور، عندها هوايه، عندها سكه في الجانب الفني ده، لان هي بتبقى دايما متواصله مع الحته المبدعه جواها. زي ما قلت من شويه، هي عكس الهانترس، هي مش سترونج اندبندنت وومن، ومش عشان هي ضعيفه، علشان هي ما بتحبش وجع الدماغ. يعني هي ثقافه الهاسلينج واثبات الذات والشغل والسترونج اندبندنت وومن والمساواه والمش عارفه ايه، لا 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 لا، هي ملهاش فيها خالص. هي تحب كده على الهادي على الرايق تمارس هوايه، تمارس وظيفه او شغلانه فيها كرياتيفيتي، فيها تواصل مع الذات، حاجه تعمق احساسها بذاتها مش تزود انفصالها عنها. المشكله بقى او الشادو سايد في الشخصيه دي، ان هي من كتر ما بتحب تقضي الوقت مع نفسها ممكن تقع في فخ الانعزال. ممكن من كتر ما هي بتحب الكومفورت زون بتاعها ما تحتكش بالناس قوي، علاقاتها مش كتيره، ممكن تبقى شويه وحيده. كمان ممكن يبقى عندها مشاكل في التعبير عن ذاتها، لان هي منغمسه في الداخل قوي، يعني لما بتحس بالمشاعر بتحسها بانتنستي عاليه قوي، فما بتقدرش تعبر عن كل اللي جواها. ده بيخلي عندها مشاكل في التواصل مع الغير. طيب ازاي تجسدي شخصيه المستك دي لو انت عايزه تجسديها اكتر في حياتك؟ حطي كده وقت ثابت في يومك للتامل، اقعدي مع نفسك كتير، تواصلي مع نفسك، شوفي انت حاسه بايه، احساسك الداخلي ايه، محتاجه ايه الفتره الجايه. مارسي الشادو وورك، ولو انت اول مره تسمعي عن المصطلح ده فشوفي الفيديو ده بشرح فيه ايه هو الشادو وورك. مارسي التدوين، زودي من عباداتك قوي، زودي من تواصلك مع ربنا. مارسي هوايه بتحبيها، حاجه مهمه جدا، هتزود عندك تواصلك مع نفسك، هتزود عندك الابداع الداخلي، هتزود عندك كمان، يعني هتحسي ان انت بتعملي تشانلينج كده، بتوصلي الطاقه اللي جواكي، بتخرجيها لبره في صوره حاجه متجسده في الهوايه اللي انت بتمارسيها دي. طلعي الحته الابداعيه جواكي، استرخي اكتر، خليكي يعني ما تحتكيش بالناس قوي، خليكي واخده وقت لنفسك شويه. اعملي كومفورت زون خاص بيكي، حببك في ان انت تقعدي مثلا في البيت او تقعدي في اوضتك مثلا في كورنر كده معين. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكوني استفدتي. قولي لي في الكومنتس انت من اي نمط شخصيه، وقولي لي حابه تزودي اي نمط اكتر في شخصيتك الفتره الجايه. يا رب تكونوا اتبسطتوا، وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.